السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه توب ميكس علي المنسي، ومش كل ميكس يبقى توب ميكس. طبعا في اول حلقه كده حابب اشكر الناس اللي متابعاني، وحابب اعتذر للناس اللي جت لي يوم الجمعه في السوق ولقوا التوب ميكس خلص مني. ده كان غصب عننا يا جماعه، الحمد لله رب العالمين. كنا نازلين برده بكميه كبيره وربنا كرم وخلصت كلها، وان شاء الله الجمعه الجايه هنزل لكم بكميه اكبر. طبعا بعتذر للناس كلها اللي جت وقلت لهم المنتج خلص مني. طبعا في ناس منهم خدوا العنوان وشرفوني الحمد لله امبارح، وجم خدوا الكميه اللي هم محتاجينها. وان شاء الله الجمعه الجايه انتظروا العروض وانتظروا كميه اكتر من الجمعه اللي فاتت. طبعا ده كرم من عند ربنا، مش من عند اي حد، ده كرم من عند ربنا. المنتج ناجح من عمر يوم لحد الفطام. اتفقنا يا رجاله؟ هنخش في موضوعنا النهارده. طلع اتكلم عن الموضوع الحمام اللي هو بيغيب في الحصى. فاكرين طبعا الاسترالي والاحمر والكرك، لما طلعناهم عزلناهم عن بعض عشان اللصوص اللي كنا ملاقيينهم قبل منهم اشتغلوا كويس، وهم دول ما اشتغلوش. فقمت جاي واخدهم كل ده كان حاطه في باب. اشتغلت معاه 5 ايام سيلينيوم و5 ايام كالسيوم، وقلنا نلاقيهم. طبعا احنا ملاقيينهم بقى لنا كام يوم، بقى لنا 6 ايام كده ملاقيينهم. الحمد لله ربنا كرمنا فيهم وحصوا. وانا زي ما وعدتكم وقلت لك هوريهم لك وهم بيتلقوا، وريتهم لك. ووعدتكم تاني مره قلت لكم لما يحصوا هوريهم لك. يلا بينا نتفرجوا مع بعضينا نشوف الدنيا فيها ايه. اهو يا رجاله، الحمد لله الطراطير ربنا كرمنا. البيت رمت حصويه اهي النهارده، والكركيات اهو ربنا كرمنا فيهم، رموا الحصويتين والنتايه قاعده اهي. طبعا ده كله ده كرم من عند ربنا. فاكرين الحمر اللي احنا برضو لقيناهم مع بعض، ربنا كرمنا فيهم اهو. ربنا انت اشتغل في سلكتك وايدك في حمامك، ربنا هيكرمك فيه. فاكرين القص الطراطير سراوير اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده؟ واحد قال لي انت ازاي ما بتسيبهمش يزقوا؟ يا باشا انا ما بسيبش حمام يزق، انا بشتغل مع الزغلول من عمر يوم لحد ما يتفطم بتوب ميكس. بس لازم اسيب له زغلول يقومه، هو زغلول هو يقومه. اي نعم اول يوم مش هيعرف يديله، ولا تاني يوم ولا تالت يوم. انا بشتغل معاه بتوب ميكس، بقومه اول يوم وتاني يوم وتالت يوم لحد ما ربنا يكرمه. وبخلي الاهالي تحن وبساعد معاهم، لازم اساعد معاهم، بس لازم اسيبهم يحنوا. اتفرج معايا بقى دلوقتي على الطرطوره سوال وهسيبها قاعدين ازاي على الزغلول. الزغلول دوت كده النهارده رابع يوم ليه. اتفرج بقى الزغلول عامل ازاي. الفضل يرجع لربنا والتوب ميكس يا رجاله. يلا بينا مع بعضينا. اهو دي النتايه اهي. الحنيه مش بفلوس يا باشا، الحنيه مش بفلوس. طبعا انا سايب لها زغلول واحد تقومه وتشتغل معاه فيه. طبعا الزغلول واكل اهو بسم الله ما شاء الله. اول يوم عطينا له توب ميكس، وتاني يوم وتالت يوم لازم تساعد معاها. هي مش هتقدر تقومه عشان خاطر هي مش واخده على الزق، هي واخده ان احنا ناخده منها حصى ونشغلها. بس لازم تحننها، لازم تسيبها، لازم تقعد تحت عيلها. فهمتني؟ ما تفضلش تاخد منها بيت في بيت في بيت في بيت وفي الاخر تقول لي انا عايز الحمام يشتغل. لا، لازم الحمام يحن، لازم يقعد، لازم يقعد على عياله، لازم يزقه مره واحده في الموسم. بص اهي راحت قعدت على الولا اهي، على ابنها بسم الله ما شاء الله عليها. نسال ربنا ان شاء الله، نسال ربنا ان شاء الله لينا وليكم الزياده. طول ما انت ايدك في سلكتك وايدك في حمامك ربنا هيكرمك. طبعا احنا بنعمل اللي علينا والباقي كله من عند ربنا، ده كرم من عند ربنا. اتفقنا يا رجاله؟ غيط الحمام مش اكل وشرب وخلاص، غيط الحمام اهتمام، حب، حنيه. تطلع كده يا باشا في عز الساعه لما الدنيا بتشتي، ما تتكلفتليش تحت البطانيه وتقول لي الجو ساعه، لا، اطلع اطمن عليهم. انت خلاص دول روح مسؤوله بيك، انت روح انت مسؤول عنها. اطلع اطمن عليهم. شوف الاهالي دول مأكلين الزغلول دوت في عز الساعه وفي عز الشتاء بنطلع في السلاكه. فاهمني؟ حاجه محتاجه انك تاكلها بتاكلها، حاجه سقعانه اهلها مش مدفياها، انت بتاخدها تدفيها لحد اما الجو يتعدل. اهلها مش هتقعد عليها تاني، انت هتكمل معاها. هي الدنيا كده، وهي الغيه كده. الغيه مش اكل وشرب وانزل على طول، لا، هتاكل وتشرب وتنزل، مش هتهتم بالزغاليل عمرها ما هتديك. لما تحس الغيه انك قلبك عليها هتديك. الحمامه نفسها لما تحس ان انت قلبك عليها هتديك. فهمت؟ اكل وشرب ونظف وخليك حنين مع الزغاليل بالذات عشان تقدر تنتج وعشان تقدر تفرق. الحمد لله رب العالمين احنا ملاقيين الحمام دوت اللي محصي من 6 ايام او 5 ايام. ارجع للفيديو يا باشا اللي انا نزلته يوم ما كنت بلاقي فيه الحمام، هتعرف ان الحمام ما خدش وقت، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا فيه وحصى. ايدينا فيه بنشتغل. اي نعم انا مش واخدها تجاره، انا مش واخدها تجاره، انا راجل مهندس كمبيوتر وبتاع كاميرات.
بس بربي حمام بقالي 18 سنه، هوايه عندي ان انا اطلع اكل واشرب واطلع افيدك. فهمتني؟ انا مش مستني منك حاجه، انا بطلع بفيدك، واي حاجه عندي ناجحه بقولها لك. بكرر اعتذار للاستاذ احمد بتاع بني سويف، جالي سوق الجمعه، طبعا التوب ميكس كان خلص مني والله غصب عني مش بايدي يا جماعه. بس انا يعني انا حابب اقول حاجه للناس اللي هي بتيجي عايزه كميات. يا جماعه اللي محتاج كميات المفروض يكلمني قبلها بيومين، ما ينزليش في نفس اليوم في سوق اسكندريه ويقول لي انا محتاج، لا كلمني قبلها بيومين عشان اقدر اوفر لك المنتج اللي انت محتاجه، او اقدر اوفر لك الكميه اللي انت محتاجها. تحياتي ليكم يا جماعه، وان شاء الله انتظروني الجمعه الجايه بعروض جديده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.